بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، تعالوا النهاردة نعمل فطير. معانا هنا دقيق، وهو الفطير عبارة عن دقيق وشوية ملح شوية سكر ومية من الحنفية، بس مفيش أكتر من كده. فهنا حطينا الدقيق، وطبعا حاولي تسيبي شوية عشان لو المية جت زيادة منك تعرفي تكملي العجين. وحاطة شوية ملح، وده شوية السكر، بس كده. هنبدأ بقى نعجن بالمية. طبعا كل نوع دقيق مش زي التاني، في دقيق بيشرب المية وفي دقيق لا، فحط شوية شوية وبنظرك انتي كملي. وطبعا احنا سايبين شوية دقيق عشان لو العجينة محتاجة دقيق برضو. هنا لقيناها محتاجة شوية مية، زودي مية. طبعا لوقت الفيديو هنعجن ونرجع مع بعض تاني. وهنا يا حبايب قلبي خلصنا عجين. بقت العجينة تبقى معانا كده لما الطبق والعجينة طرية. هنعملها بطريقة الفرد اللي متعودين عليها، نعملها كور. وكل 3 كرات هنعملهم فطيرة، 3 4 حسب ما انتوا بقى بتحبوا. لو انتوا عايزين الفطيرة تخينة او رفيعة، انا بحبها وسط فبعمل 3 كرات. ممكن نعملها 4 عادي براحتك. حاولوا تخلوا الكور متساوية بحيث ان انت تبقى الطبقات زي بعضها. طبعا احنا كنا عملناها مع بعض بالبلح، تقدروا تعملوها اللي بحبها سادة، تقدروا تحشوها جبن، تقدروا ساعات بعملها بلحمة مفرومة. بفطير باللحمة المفرومة دي بتبقى جميلة قوي زي البيتزا بس بالفطير. تقدري نفس العجينة تعملي بيها اي حاجة انت عايزاها. كده ممكن نعملهم فطيرتين تخان او 3 فطيرات وسط براحتك. كده قسمناها. هتحطي عليها زي ما متعودين زيت طبعا علشان وش الفطير ما ينشفش. طبعا الزيت ده احنا هنعجن بيه، هنفرد بيه ونغطيها حبايب قلبي ونسيبها ترتاح تاني. وكده يا حبايب قلبي بدأنا نفرد في الفطير. طبعا زي ما انا متعودين مع بعض هنفرد الفطير لحد ما الصينيه تبان لنا من تحت، وندخل فيها هواء من تحت كده. يلا انزل عشان تشرب دور لوحدك. نشد بالراحه وندخل فيها هواء من تحت، نشد بالراحه وندخل فيها هواء من تحت. شد بالراحه وندخل هواء من تحت. تفقيع الهواء دي اللي بيخلي الفطيرة تبقى كويسة. طبعا نرش زبدة او سمنة بلدي او زيت، اي حاجة انتوا بتفضلوا. احنا هنا معانا زبدة.
فنرش الزبدة ونكمل. بالمنظر ده رقة الفطير كده بتخلي الفطير يدي طبقات كويسة جدا، والهواء اللي داخل فيها دي بيخلي الفطير منفوش وجميل جدا. طبعا بعد ما نوصل للمرحلة دي نحط اللي احنا عملناهم في قلبها ونقفل عليها بوكيت، ونحط ما ننساش ندهن بين الطبقات الزبدة. كده معانا دي فطيرة. بناخد طبعا الصينية نحط فيها شوية زبدة ونحط الفطيرة على، نخلي ده تحت ونسيبها ترتاح شوية. ده أول فطيرة معانا. نفرد بنفس الطريقة، هنحط شوية زيت عشان تمشي معانا الفطير، ونفرد. نحط زبدة عشان تسهل معانا الفرد، ونفرد. وهنا بقى يا حبايبي كنا عجناهم في الصينية زي ما انتم شايفين كده. احنا هنا عجلنا ديت وفردناها في الصينية زي ما احنا عجلنا معاكم. ودي كمان بتفردي وتبططي وتحطي 3 على بعض، وبعدين بتفردوهم في الصينية. والصينية ديت علشان كبيرة شوية فحطينا 4 على بعض، وعشان انا بحب السمنة فعملت عملت ديت بالسمنة البلدي وبالقشطة، والاتنين دول بالزبدة الفلاحي عادي. وهندخلهم الفرن بقى معاكم، نار عالية من فوق ومن تحت. بس الاحسن يعني ان انت تعلي من تحت وما تعليش من فوق قوي علشان ما تتحرقش منك بسرعة. يعني خلي التسوية كلها من تحت، ومن فوق وطي حاجة بسيطة زي كده، وهم في الفرن. ولما يخرجوا بقى نوريكم الشكل النهائي معانا ان شاء الله. والله يا ابني فطيرة طلعت تدرس ومنفوخة ومورقة وحاجة ما اقولكش. شايف يا ابني حاجة يعني ما اقولكش كده على حلاوتها. سايحة بقى.